اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، معاكم شهاب خالد. والكلام على ايه؟ الكلام على الزمالك. عندنا ماتش مهم جدا يوم السبت 25 فبراير في رادس. هنلاعب الترجي ده اللي انت من سنتين كسبته في نهائي السوبر الافريقي وفي دوري ابطال افريقيا بنفس النتيجة 3-1. يعني حاجة مش صعبة. انت مش هتلاعب ريال مدريد، الموضوع سهل قوي. كل المطلوب منك ان في 90 دقيقة لازم تلعبهم بجد. ايا كان بقى، انت زيزو، انت حسام عبد المجيد، انت عواد، ايا كان مركزك، ايا كان بتلعب فين. الفرقة 11 راجل بس، مش واحد وعشرة بيخدموا عليه. مفيش كده في الكورة. كورة لعبة جماعية بتهتم ب 11 واحد نازلين ياكلوا النجيلة عشان يطلعوا كسبانين. نتكلم في التشكيل اللي انا شايفه كمشجع زملكاوي، ولا محلل ولا اي حاجة. كمشجع زملكاوي شايف من وجهة نظره اللي بيتفرج بيها على المطوشة ايه الافضل للزمالك. عواد في حراسة المرمى، عبد الشافي على الشمال. ثلاث مدافعين، حسام عبد المجيد وعبد الغني ايا كان غلطاته، والمسلوسي او عمر جابر ايا كان اللي هيبقى جاهز فيهم، وعلى اليمين قصاده سيد نيمار. في النص دونجا، وجنبه نقطة مهمة جدا، احمد بالحاج. احمد بالحاج اللي اثبت نفسه السنة دي في الدوري بشكل ملحوظ جدا، بالذات قصاد الزمالك في الماتش اللي خسرناه من اسوان. احمد بالحاج نقطة مهمة جدا. في رأيي الشخصي مش هتفرق بالنسبة له أول مباراة يلعبها فين. أنت عندك عبد الله السعيد نزل من الطيارة جاب في الأهلي جون، إمام عاشور مشي من الزمالك راح ميتلاند أول ماتش جاب جون. دي اللعيبة اللي بتبقى عايزة تثبت نفسها بجد. بس العامل النفسي بقى بتاع اللعيب، هل هو هيبقى متحفز ولا هيبقى لعيبة الزمالك غيرانة منه؟ دي نقطة مهمة جدا لازم جيزوالدو فيريرا ياخد باله منها. أكمل لكم التشكيل. طبعا على اليمين زيزو، لأن أنا بصراحة يعني ما بحبش أشوفه على الشمال. وعلى الشمال بعد استبعاد مصطفى شلبي الحمد لله من وجهة نظري برضو، لان انا بصراحة مش شايف ان مصطفى شلبي لعيب مؤثر. هو ما بيأثرش غير بالسلبي على الفريق. انا ما شفتوش غير في ماتش واحد قصاد فيوتشر لما لعب مع عبد الشافي بحركة ذكية جدا من اسامة نبيه، لما خلاهم هما اللي يلعبوا الماتش وخلى التركيز كله على زيزو، واللعيبه بتاعت الفرقه التانية بتاعت فيوتشر مركزه مع زيزو، والناحيه الشمال بتاعتنا هي اللي يعتبر جه منها الماتش، وهي اللي يعتبر اللي كسبتنا. ويعتبر راجل المباراه بالنسبه لي عبد الشافي. فافضل في الناحيه اللي على الشمال نضاي. بصراحه الراجل ده اثبت نفسه لما جه الزمالك، جاب جون وعمل اسيست بعد اول 3 ماتشات. عايز ايه تاني؟ اتصاب اصابه قويه خلاص، رجع من الاصابه. مش هينفع انت يا جيزوالدو يا فيريرا بتضغط على نفسية اللاعب بانك بتنزله في اخر 10 دقايق ولا اخر ربع ساعة في الماتش. هينزل يعمل لك ايه؟ فانا من رأيي يبدأ بنضاي. عندنا في الهجوم اخر ماتش بتاع المريخ السوداني اللي خلص تعادل، انا شفت جماهير كلها نازلة ضغط على الجزيري، اللي هو انت مالكش لازمة وانت مع ان هو ده اللعيب اللي فعلا كسبك ماتش فيوتشر. انا ليه بتكلم على ماتش فيوتشر؟ لان ماتش فيوتشر ده فكرني بريحة موسم 2021 2022، بطولة دوري وكاس. انت واخدهم عشان كنت بتلعب راجل. 11 واحد كانوا بيلعبوا رجالة، كنت بترعب، فعليا كنت بترعب. ايا كان بقى انت كسبت عشان الاهلي وحش، ايا كان بقى انت كسبت عشان ايا كان الظروف، بس انت كنت بتكسب عشان انت ماشي خطوة بخطوة، عارف هدفك ايه، عارف هتعمل ايه، حاطط دماغك في المكسب وبس. زي ما كنتوا بتقولوا احنا بنلعب كل ماتش كأنه ماتش كاس، مش بنلعب المطوشة كده وخلاص. ففي وجهة نظري مفيش افضل خالص من التشكيلة دي. بالنسبة لانك تبدأ بشيكابالا اساسي، انت كده بتموت الماتش. لان شيكابالا انا في وجهة نظري ما بشوفوش بيأثر دايما للفريق بشكل ايجابي، غير لما بينزل مثلا في اخر الماتش بتبقى انت محتاج جون ولا حاجة فهو بيساعدك. لكن انك تبدأ بيه ماتش انت استهلكته خالص، انت استهلكته بدنيا.
واستهلكت مجهوده اللي هو بيعمله على الدكة، اللي اوقات احيانا بيكون كويس للفريق. فدي وجهة نظري، واتمنى انها تعجبكم، وان شاء الله ربنا يرجعنا منصورين، وباذن الله نكسب ماتش الترجي رايح وجاي. واتمنى ان دي تبقى بداية فوقة الزمالك للطريق للستة. 20 سنة ما خدناش البطولة، كتير. احنا كجماهير زمالك تعبنا، زهقنا كتير. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. كان معكم شهاب خالد، والكلام على ايه؟